السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى الفيديو يلقاكم على خير وفي احسن الاحوال. اليوم نقدم لكم واحد الطبيله اللي نعطيكم فيها دي زيدي ما ديروا في الفطور ديالكم ان شاء الله. هنا كما شفتوا وجدت جوج مملحات، واحد لا سالاد دو فروي، اللي كتجي صحيه، نتمنى يعجبكم الفيديو وبقى معايا باش تشوفوا التفاصيل ديال الوصفات اللي وجدت لكم اليوم. اول حاجه كنبداو بها هي لا سالاد دو فروي. الوغ درت هنا باش نصاوب لو سيرو اللي غادي ندير لي فروي ديالي. شديت واحد نص لتر ديال الماء، زدت ليه عصير حامضه، كنديرهم فوق العافيه، وكنزيدوا ليهم 2 معالق ديال السكر باش كنحيدوا ديك لاسيديتي ديال الحامض. ومن بعد كنخليوه فوق العافيه كيغلي. اون فوا بدا كيغلي بان كيدير بويقه صافي كنطفيو عليه ونخليوه يبرد. دابا راه السيرو ديالنا واجد. هاد السيرو مزيان كيديروه للسلطه دو فروي باش ما كتحمضش لينا الناس اللي عندهم مشكل مع الليمون كيحمض ليهم في رمضان، راه مزيان هذا. الوغ دابا بالنسبه لي فروي انا راه خدمت بوعويده، تفاحه، 2 مندالينات ودي فريز. كنقطع لي فروي ديالي طريفات صغيرين، كنديرهم في لو بول، كنخلط لكلشي وكنكب عليهم هذاك السيرو من بعد ما برد، وكنحتفظوا به في الثلاجه حتى نبغيو نحطوه في الطبله. انا ما السلطه دو فروي معتمده عندي حيت كنفضلها على العصير، حيت العصير ما كنقدش عليه. حتى بالنسبه للوليدات ديالي كتعجبهم بزاف. بالنسبه للمملح الاول اللي غنصايبو هو ديال الفرماج، كنشدو لا سيبوليت كنقطعوها طريفات، كنزيدو لها بزار، مليحه والثومه بودغ، من بعد كنزيدو له الفرomاج على حساب اللي يوجد عندكم، اي فرماج عندكم، سواء ديال اللي كنديروا للخبز تارتيني ولا مربعات ولا مثلثات اللي كان. انا كنخدم هذا الفرماج هذا اللي وريتكم دابا. من بعد كنخلط كلشي. بالنسبه لهذا الخليط كنقدروا نزيدوا ليه واحد البيضه الا بغيتو باش الفرماج ما يخرج لكمش في الجناب. انا ما تيعجبنيش بزاف فيها. كنفضل الطعم ديال الفرماج يكون بوحدو. هنا نوريكم الطي ديال السيجار كيفاش يكون. كما شفتوني دابا طويتها وغنمشي حتى النص ديال الطول ديال الورقه، وغادي ندهن النص الثاني بالزيت وعاد نكمل الطويه ديالي. تقدروا تدهنوها كامله بالزيت، انا كنفضل ما كنبغيش تكون زيته بزاف
داكشي اش كندير هاد الطريقه هادي. بهاد الطريقه راه كتجي مقرمله نيت، كاينلاش تعمروها كلها بالزيت. صافي نكمل العمليه كامله وكنخشيهم في الفران يتحمروا. دابا غندوز لكم المملح الثاني. كنبغي فيها بصله مشلضه وشويه ديال الكفته. كنشحر هذيك البصله فوق المقله مع الزيت النباتيه. كندير ملحه، من بعد كنحط الكفته ديالي حتى هي فوق ديك البصله وكنبدا نخلط حتى كتفرست ليا بحال هكا. كنزيد لها بيان سور شويه ديال البزار. من بعد هذيك المقلانيت كنحيد منها داك الشيء اللي وجد وكنضرب واحد البيضه مع شويه ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الحليب، وكنكبها في هذيك المقلانيت. كنخليوها حتى كطيب. كنديرو فوق منها واحد الورقه من الرغيف ديال التاكوس، خبز التاكوس بحال شتوني غادي ندير. وكنحاول نلصقها مع ديك البيضه اللي درت فوق المقله. كنبدا ندور فيها بحال هكا باش تشد مزيان. من بعد كنقلبها وكنكب الحشوه اللي وجدت اللي فيها البصله والكفته. كنحاول نديرها في كاع الجوانب، كنسرحها مزيان. من بعد كندير الفرماج اللي عندكم. انا درت هنا الكاغو ودرت حتى المحكوك فوق منه. المهم فرماج كيبقى اختياري، ديروا لا كونتيتي اللي بغيتو. من بعد كنديروا فوق منه الطرف الثاني ديال الخبز وكنحاول نقلبها. حنا معاونين بلا سباتول وصافي. اون فوا كتحسوا بها تحمرات حتى التحتانيه صافي تنحيدوها بالمقله وكنقسموها بحال هكا. شتوني كندير، كيجي ساهل ودغيا كيوجد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا اشتراك واللايك، وشكرا على المتابعه.